باركر سولار بروب او مركبه باركر الشمسيه، او بالمعنى العلمي اللي هو مسبار بدل المركبه. في عام 2008 جالك مركز الفيزياء التطبيقيه بجامعه جونز هوبكنز الامريكيه، فقام جت في دماغهم انهم يعملوا مركبه فضائيه، لكن بدل ما تروح مثلا القمر او المريخ، لا قال احنا هنرميها على الشمس على طول. وفعلا في 2015 كان موعد الاطلاق الرسمي للمركبه دي، لكن بسبب ان المشروع كان ضخم، بسبب ان المركبه ديت اول مركبه حرفيا هتروح للشمس، هتدخل جوه هاله الشمس ذات نفسها، فقاموا اجلوا موعد الاطلاق. بدل ما كان يبقى 2015 لا خلوه 2018، وده بسبب ان المركبه كانت لسه مش شغاله كفايه، بسبب ان الصاروخ اللي فيها بسبب انه ما يميلش عن المسار المحدد ليه، وكمان يختبروا درجات الحراره العاليه في غرف مفرغه خالص من الهواء، وديت عشان يحاكي بيئه الفضاء الخارجيه اللي هي حوالين الشمس طبعا. لكن كان في مشكله كبيره، وان بسبب ان المركبه ديت او الصاروخ، اي صاروخ فضائي عشان يطلع بره الارض، الارض بتلف بسرعه كبيره، فكان بيحصل ميلان او دوران عن المكان المحدد. ده غير اصلا ان المركبه كانت سرعتها فائقه، فكانت ممكن تعدي الشمس اصلا، تعدي المسار بتاعها. فقاموا العلماء قالوا ايه، بدل ما نطلق الصاروخ كده وخلاص ويروح بالمسار مع نفسه، لا نخلي كوكب الزهره هو اللي يوجهه، هو اللي يحدد سرعته، هو اللي يبطئه. يعني مثلا الصاروخ رايح على الشمس، ممكن يعديه، يعدي الشمس ذات نفسها، وكده المهمه فشلت طبعا. لا يقول له الزهره انت رايح فين، تعالى هنا، يقوم ماسكه، يقوم شده تاني، يقوم موجهه للشمس. زي ما انت شايف هنا هتلاقي الصاروخ كان طالع من الارض اللي هي هتلاقيها بالخط اللي هو البنفسجي اللي في الاول او الازرق، وتلاقي الصاروخ اللي هو طالع ديت البنفسجي، تلاقي الاخضر او اللبني ديت كوكب الزهره. بص زي ما انت شايف هتلاقي اللي هو المركبه وهي طالعه من الارض كانت رايحه بعيد عن الشمس، لكن كوكب الزهره بطأ حركته، خلاه يلف قريب من الشمس. دلوقتي الهدف كان من الرحله ديت مش انهم يودوا يشوفوا الشمس من قريب وخلاص، لا المشكله في الشمس او اللي العلماء عايزين يعرفوها في معضله لحد دلوقتي مش عارفين يكشفوها، ايه هي؟ درجه حراره سطح الشمس 5600 درجه مئويه. لكن المفاجئ بقى ان الهاله اللي حوالين الشمس درجه حرارتها بتوصل للملايين. انت متخيل؟ يعني السطح اللي هو اللي جوه ديت المصدر النار حرارته اقل بكتير من الهاله اللي حواليه، فده خلوا العلماء يستغربوا ازاي الحاجه دي ممكن تحصل. واكيد بقى واحد منكم هيموت وهيعرف ازاي اصلا المركبه ديت او اللي هو المسبار عرف انه ينجو من درجه الحراره العاليه قوي ديت. مركبه باركر او مسبار باركر بيتكون من درع اللي هو التي بي اس او الثيرمال بروتكشن سيستم. الدرع ده مكون من كذا حاجه. اول حاجه هتلاحظها ان قدام المركبه هتلاقي كده سطح ابيض كبير، السطح ده مكون من اكسيد الالومنيوم الابيض. اكسيد الالومنيوم الابيض بيخلي اشعه الشمس اللي جايه على المركبه او المسبار يخليها تنعكس للشمس تاني، بدل ما يمتصها لا بيعكسها. وكمان المركبه هتلاقيها كده باللون الاسود، الدرع بتاعها مكون من الكربون كربون كومبوزيت. الماده ديت ليه عملوها من الكربون؟ الكربون درجه انصهاره عاليه جدا، بتعدي ل 2000 درجه مئويه، ما بينكمش او بيتكسر من درجه الحراره العاليه دي، عشان يخلوا بقى حراره المركبه من جوه قليله علشان الاجهزه اللي جوه تشتغل كويس. قاموا غطوا المركبه من جوه بالفوم. الفوم ده بيعمل ايه؟ بيوزع الحراره بحيث انها ما يتركزش في منطقه واحده، علشان المركبه من جوه ما تبقاش سخنه قوي، وده اللي بيخلي الاجهزه اللي جوه كأنها قاعده في تكييف حرفيا، درجه حرارتها ما تعديش ال 30 درجه مئويه في الحدود ديت. في كذا جهاز بقى جوه المركبه دي. اول حاجه عندنا اللي هي كاميرا ويسبر اللي صورت الفيديوهات دي. الكاميرا دي بتستخدم علشان تصور البلازما والرياح الشمسيه اللي انت شايفها قدامك دي. الفيديو بقى اللي انت شفته في الاول وشفته فيه الفيديو ديت، الاصوات اللي طالعه ديت طلعت منين؟ مع ان اصلا المركبه ما فيهاش ميكروفون تسجل اصوات. العلماء بقى اخدوا الموجات الشمسيه ديت والبلازما وحولوها لموجات صوتيه اللي انت سمعتها في الاول دي. ده غير طبعا ان كان في اجهزه تانية شبه اجهزه فيلدز اللي كانت بتقيس المجالات المغناطيسيه والكهربائيه، كمان اجهزه سويب اللي كانت بتحلل الجسيمات اللي في الشمس. طب دلوقتي ازاي مركبه باركر ديت بتبعت المعلومات اللي جمعتها للارض عندنا؟ اكيد طبعا مش بيستخدموا ماسنجر وبيبعتوها للعلماء عندنا. المركبه دلوقتي في معضلتين، اولا يا تلف الارض وتبعت اشارات بالمعلومات اللي هي جمعتها، ولا تحاول توجه نفسها بحيث انها تحمي نفسها من اشعه الشمس. اللي بيحصل دلوقتي ان مركبه باركر علشان تبعت رسائل للارض توصل الرساله في حدود 8 دقائق وهي عند الشمس هناك. دلوقتي لما
مركبة باركر لما تيجي تقرب من الشمس تكون قريبة خالص، ما ينفعش تقوم محاوده نفسها علشان تروح ناحية الارض عشان تبعت الرسائل كده، حرفيا الشمس هتاكلها هتوديها في داهية. فايه اللي بيحصل؟ تقوم المركبة وهي بتلف تاخد اللفة الكبيرة ديت، هي لما تيجي تروح مكان بعيد عن الشمس بحيث انه يكون مسافة كافية بين نار الشمس ما تحرقهاش، تقوم واخدة المعلومات دي كلها وتوديها عند مركز ناسا للشبكات. مركز ناسا للشبكات بيبقى شبه الاطباق اللي انت شايفها دلوقتي، تستلم معلومات من المركبات الفضائية المختلفة. لكن مركبة باركر بقى لما تيجي تكون قريبة من الشمس مش برضو بتوقف معلومات، لا بتوجه انتنة للارض بحيث انها تبعت معلومات بان المركبة لسه موجودة ما اتحرقتش من الشمس ولا حاجة. لكن لما تبعد عن الشمس بتودي الانتنة اللي هي بتبعت معلومات اكتر، تيرابايتات بقى بالمعلومات اللي هي جمعتها بتديها لها دفعة واحدة، طالما هي قربت فتديها لها كلها مرة واحدة. لكن لما تكون عند الشمس بتدي لها كيلو بايتات بحيث بس تقول لها اللي هي لسه موجودة هناك. وعلى فكرة مسبار باركر دايت الشمسي ما كانش اول مركبة تروح للشمس، لكن هو اول مركبة توصل للقرب ديت اللي هو خلاص وصلت جوه الهالة بتاعت الشمس. كان في مراكب تانية غيره شبه هيليوس 1 و 2، ده غير السولار اوربيتر اللي اتنقل لك عشان يشوف القطبين بتاع الشمس. وفي الاخر احب اقول لك ان في النهاية ان المسبار ديت اول مركبة لحد 2026 السنة الجاية ديت هيكون خلاص انتهت مهمته. وفي الاخر بسبب انه كل شوية بيقعد يقرب من الشمس هيفضل هيلف شبه الخردة، الادوات اللي جوه هتكون كلها باظت، هم اصلا كده كده مش هيعرفوا يرجعوا الارض، وغير عشان يرجعوا الارض هيبقى التكاليف بتاعته كتير وهيوقفوا خدمته على كده. لكن بالمقابل ديت احنا حرفيا استفدنا بمعلومات كبيرة جدا. وهل ده بقى ممكن يفهمنا لو المهمة ديت نجحت والعلماء قدروا يحققوا الاهداف اللي كانت مطلوبة من العملية ديت ولا لا؟ بكده احنا ممكن نروح نستكشف كواكب ابعد من كده بكتير، وكواكب درجة حرارتها قريبة من الشمس بكتير، ونعرف كمان نهبط على الكواكب المجاورة اللي هي بتبقى سخنة درجة حرارة شديدة شبه عطارد وغيرها، ونعرف كمان النجوم اللي حوالينا، هل مثلا الشمس شغالة بآلية معينة ونجم غيره شغال بطريقة تانية؟ الله أعلم، ده ممكن نستكشفه في المستقبل. وبس، هشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.